صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حندير معاكم تحليه ولا ان ديسير بزاف بنين راقي. المكونات تاعو بسيطه، حنديرو كيف لاموس تاع الجوزيه. صدقوني النتيجه تاعها جات ما شاء الله، تجي بزاف بنينه. المكونات تاعها ماشي حاجه كبيره، والنتيجه كما قلت لكم حتخرج هايله. توالم هكذا في السهره الرمضانيه، توالم لضيوفكم تحمروا بها وجهكم، وتوالم تانيك من بالنسبه للمناسبات. نقول لكم ما تروحوش بعيد هكا باش نشوفوا كيف المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه هنا نشوفوا لي زانغريديون. كما قلت لكم ما فيهاش حاجه كبيره. هنايا عندي زوج بايات تاع ولاد الدجاج يكونوا دافيين بدرجه حراره الغرفه، ولازم يكونوا صافيين، ما تكون فيهم حتى طاشه من الصفر، لازم يكونوا صافيين بيان. نحتاجو هنايا كاس تاع السل، كاس اللي يرفد 200 مليلتر. نحتاجو تانيك هنايا حفنه تاع جوز محمص ومرحي، يكون مرحي شويه في الخشين. فوالا هوليك القوام تاعو كيفاش يجو. هنايا درت حوالي 100 غرام، ماشي حاجه كبيره، شويه برك. نحتاجو تانيك قريصه تاع لافاني، وهنايا عندي شويه حبيبات تاع الجوز نخلوهم لاديكو. اول حاجه باش تنجح لكم هاد الوصفه، العسل تاعكم لازم تخدموه في كاسرونه ولا مرميطه تكون ثقيله. هنا كيما راكم تشوفوا درت هذيك الكميه تاع العسل في كاسرونه على نار قليله، وراني رايحه نخليه يبدا يرفد الغليه، ما يغليش كومبليتمون، جوست يرفد الغليه. هذا ما كان. من جهه واحده اخرى نحكم هنايا لو ريسيبيون ديالي. انا هنا راح نطلع هاد البياض تاع الولاد الدجاج كوم اون مورينغ. الوغ لازم لو ريسيبيون تاعنا يكون ناشف، ما يكون مندي، ما يكون مشمخ، لازم يكون ناشف تري بيان باش تنجح لكم لا مورينغ تاعكم ولا الوصفه. نحطوا هادوك البياض تاع الولاد الدجاج كما قلت لكم زوج، لازم بدرجه حراره الغرفه. نضيف عليهم تانيك قريصه تاع لافاني. كوم بروميير ايتاب نبدا نضربهم بالباتور، و اونتر طون كما قلت لكم راني مخليه هذاك العسل ديالي باش يبدا يرفد لي الغليه. فوالا نخلطوهم بيان حتى يتمزجوا لنا مليح. من جهه واحده اخرى شوفوا هنا العسل ديالي كيفاش يبدا يدير لي هذوك لي بول، يبدا يدير لي دوك الفقاعات، ما راهوش كما نقولوا سخون، ما غلاليش بيان، بدا يغلي. نطفي عليه بيان سور. وهنايا بعد ما خلط هذاك لو بلون دوف، فوالا نبدا ندير له هذاك العسل وهو سخون. بصح شنو نديروه بشويه، نديروه شغل خيط، نديروه ميم طون نضربو، نزيدو كميه ونخلطو بيان باش يدخلنا بيان مع هذاك البلون داف، ونزيدو غير بشويه حتى نكملو لا كونتيتي. بالنسبه لهاد لا ريسيت تاع موس الجوزيه كل واحد كيفاش يديرها. انا نحب نديرها غير بالعسل، كان اللي يديرها بالعسل ويزيد يطيبها تانيك بان سيرو، يخدم سيرو شغل شاربات تاع الماء والسكر، ويحسبو تانيك بالتيرمومتر ايتو. انا باش ما تجيش بزاف حلوه وباش تجيكم طريقه سهله، خدمت هاد الطريقه الكلاسيكيه اللي تم كون رايحين توجدوها. فوالا. وبيان سور اللي حبت تخلط دير شويه عسل حر تقدر، عسل حر وعسل نورمال تاع لابواط. نبداو نخلطو حتى ندخلو كامل هذاك العسل في لا كونتيتي تاع البلون دوف اللي عندنا. الوغ هنا بعد ما كملت كامل هذيك لا كونتيتي اللي كانت عندي، هنايا زدت في لا فيتاس تاع الباتور، وتوجور راني نضرب. هنا ضربوا حوالي يا ربي واحد 30 ثانيه با بلوس، باش نضمن انه هذاك العسل تخلط لي بيان مع البياض تاع الولاد الدجاج. فوالا هنايا نوريلكم لا مورينغ تاعي كيفاش طلعت. شوفوا شحال جات بريونت، الله يبارك. كي تكون هكا تبري لكم عرفوا بلي راهي ناجحه، ومام تاني كي تقلبوا الريسيبيون تاعكم وما طيحش تبقى متماسكه، عرفوا بلي راهي ناجحه. فوالا. الوغ هنا نكملوا الوصفه تاعنا. هنايا واش راح نقول لكم، انا حندير لها هنايا حفنه تاع الجوز كيما قلت لكم، يكون محمص، لازم تحمصوه باش يجيكم بنين، ومرحي في ليجيرمون في الخشين، باش كي نكونوا ناكلوا الموس تاع الجوزيه تاعنا رانا رايحين نحسوا لها. هنا شوفوا تحبوا ترموا لها كمشه في هذه المرحله، تحبوا ما ترمولهاش، تحبوا كي ديروها في لي فيغين ديروا ايتاج باغ ايتاج، كما نقولوا ايتاج تاع الجوز، ايتاج تاع لا موس تاع الجوزيه، ولا ايتاج تاع لا مورين، كل واحد يدير كيما يحب. انا حنستعمل معكم لي دو ميثود. ندير لها كرشيشه صغيره تاع الجوز، ابري نزيد كلكو زيتاج في لي فيغين كي نخدمهم، وبيان سور كل وحده دير كيما حبت. هنايا نبداو نخلطوها كيف هنا نبداو نخلطو غير بالعقل، من تحت للفوق من تحت للفوق، باش ما طيحلناش لا مورينغ تاعنا ولا لا موس. فوالا سي بلو جوست لا موس تاعنا.
نخلطو غير بشويه. شوفوا القوام تاعها كيفاش تجي اون ديري دي نياج، اون ديري غيمات. شوفوا شحال تجي خفيفه متماسكه وحاكمه روحها. صدقوني اون ريسيت سهله وتجي بزاف بزاف بنينه. هنايا من جهه واحده اخرى جبت لي فيغين تاعي اللي حندير فيهم لو ديسير تاعنا ولا التحليه. شوفوا لازم في الموس تاع الجوزيه لازم تخدموا بدي فيغين صغار. لو كان ديروها في دي فيغين كبار راكو رايحين تتقهموا. موس تاع الجوزيه كيما نقولوا تنتكل فاصون تبنيجه ماشي كونتيتي. فوالا تنتكل غير بشويه. تحبوا تستعملوا هادو ولا تقدروا تستعملوا هادو كون بلاستيك اللي راهم يتباعوا ونبيعوا لوازم تاع الحلويات. كل وحده دير واش حبت بيان سور واش عندها واش متواجد عندها في الدار. هنا بيان سور حكمت لا موساري حطيتها دون اون بوش ا دوي. نبدا نحط كميه قليله. لازم هنا تخدموا بلا بوش ا دوي في هاد لو ديسير باش تخرج لكم خدمه نقيه. شوفوا هنا درت شويه برك ماشي بزاف. نعمر كامل لي فيغين تاعي. دقت موس تاع الجوزيه بالكاوكاو. فوالا موس الجوزيه بالكاوكاو كانت بزاف بزاف بنينه، جات هايله ما شاء الله. هي اصلها كيما نقولوا موس الجوزيه لازم تكون بالجوز، بصح دقتها خطره بالكاوكاو وكانت بنينه. وشنو المكسرات اللي ديروهم لازم تحمصوهم، كسوسوا جوز ولا دي كاكاوات ولا ميم تاني كلوز. لا غالب كان دي فوا لي ما يكونوش متوفرين عندهم كاع لي زانغريديون ويحبوا يسيي وكل وحده تسيي بشي اللي قدرت عليه. هنا كيما راكم تشوفوا راني ندير طبقه تاع الجوز. فوالا كيما قلت لكم لازم المكسرات تاعكم تحمصوهم تحميصه خفيفه هكا باش يجوكم بنان ويزيدوا يخرجوا لي سافور تاعهم. توجور هنا نعمر كامل لي فيغين تاعي. فوالا هنايا عليك الشكل اللي تحصلنا عليه. ابري نزيد نكمل بطبقه واحده اخرى تاع لاموس. كيما قلت لكم لازم تكون بكميه قليله باسكو لو كان تكثروا منها بزاف راكو رايحين تتقهموا تنتكل فاصون تبنيجه كيما قلت لكم. فوالا هنا بعد ما كملتهم حندير لهم تزيين بسيط غير بالجوز باش توجور نقعدوا في هذاك لو تام. نكملهم كامل التزيين ديالهم ونشوفوهم واجدين كيف كيف في الشكل النهائي. الوغ كيما راكم تشوفوا معايا الديسير تاعنا تاع اليوم راه واجد في الشكل تاعو النهائي اللي كان موس الجوزيه بدي زانغريديون قلال، والنتيجه راح تكون مبهره. صدقوني تجي بزاف بزاف بنينه وخفيفه وبريزونطابل تانيك. كما قلت لكم فريمون سي دي فيغين اللي حمروا الوجه. شوفوا كيفاش تجي هايله خفيفه. هذوك طبقات يجوا بيان سيباري تجي حكمه روحها او ميم طون حتكون موسز حتكون بشكل رغوي اون ديري رغوه دايوغ واسمها لاموس. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها. كيما شفتوا ما استعملتش كميه كبيره من الجوز 100 غرام خرجت لي كميه الله يبارك ماشي غير هاد لي فيغين اللي خرجوا لي. راح نوري لكم لا تيكستور ولا نوري لكم القوام تاعها كيفاش جات. تجي خفيفه وبزاف بزاف بنينه. كما قلت لكم كاين بزاف وصفات وكل واحد واش من الوصفه اللي يعتمدها واش من الوصفه باردون اللي يعتمدها. شوفوا هنا كيفاش تجي بنينه وخفيفه. لا جربتوها بيان سور ما تنساوش تشاركوني تطبيقاتكم على رابط تاع الانستغرام والجروب تاع الفيسبوك فوالا للاسم تاعهم كيما القناه تاعنا لي ديليس جور. نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات اخرى. مع السلامه. السلامة.